تخيل قبل طيارتك لجزيرة بالي ب4 ساعات اكتشف انك لازم تروح للسفارة. بدت رحلتي من المسجد الوردي في بوتراجاية، وبدأ السباق مع الزمن بتاكسي لوسط كوالالمبور، وبالطريق انصدمت بجمال البنايات والناطحات مو طبيعي، وبالصدفة طلعت من مسجد البخاري لفت نظري بجماله بنص هذا الزخم الكبير. وبنص هاي الهوسة ابو التاكسي قرر يفول بنزين. فول السيارة بنزين؟ Yeah, petrol. How much one liter? 2 ringgit, 5 cent. in Malaysian. Yes, thank you. وانا استغليت الفرصة ونزلت اشتري مي، وانصدمت. المي هنا طعمه غريب وكله حلو بشكر، بس ساق علمني السر شلون اختار المي الطبيعي الصافي. اخيرا لقيت مي للريدة من البنزين خانة، المي الطيب. واخيرا وصلت لمكان السفارة، صاير بهذا المكان الحلو اسمه برج هاب سينغ. عندنا شغلة بالخطوط الجوية العمانية راح اسوي. اوه فتح لي الباب جود. وركضت للطابق التاسع، وما شاء الله المصعد صعدني بثواني. واخيرا وصلت السفارة العمانية حتى اصلح الاسم بجوازي، وباخر لحظة الحمد لله كملت كل شيء. واخذت تاكسي وقبل للمطار ووصلت بالموعد، لكن فجأة وانصدم اكو تأخير بالرحلة. ويلا الحمد لله همشي مو مني السبب ولحقت اوصل. وانا مسافر جنة الارض هي جزيرة بالي. تابعوني بالفيديو الجاي راح اخذكم جولة وراح تكون من عالم ثاني مختلف.